وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه، وبعد. أيها المباركون، أيها الأخوات المباركات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهذا لقاء متجدد معكم من برنامجكم دار السلام. وقد بينا في لقاء الأمس أننا نعرض في كل حلقة عنوانا موضوعا يتعلق بالصيام في الأيام الأول منه، ثم نعمد بعد ذلك إن شاء الله تعالى إلى مواضيع تتعلق بالإيمانيات وما يحسن بالمؤمن أن يتحلى به من سلوك طيب في هذا الشهر الكريم المبارك. اللقاء اليوم عنوانه يحمل السحور بركة، وهو مقتبس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ في عرضه ثم نستقبل إن شاء الله تعالى ما تيسر من أسئلتكم. النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وسيد المرسلين وخاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه، كم كان قريبا من الناس. روى الإمام البخاري رحمه الله وفي صحيحه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قلت: أي أنس، كم كان ما بين الأذان والسحور؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: قدر 50 آية. هذا الحديث أصل في باب السحور، يتبعه بعد ذلك أحاديث أخرى. السحر وقت يبدأ فيه بياض النهار يختلط شيئا يسيرا بظلام الليل، والله عز وجل ذكر السحر في كتابه العظيم، ذكره صراحة وذكره ضمنا على قول بعض أهل العلم. أما كونه ذكره سحر فذلك في آيات، قال الله عز وجل: والمستغفرين بالأسحار، وقال ربنا: إلا آل لوط نجيناهم بسحر. وأما ضمنا فإن الله عز وجل ذكر نبيه يوسف وما كان من أمر إخوته معه، ثم اعتذار الإخوة لأبيهم يعقوب، فلما طلبوه أن يستغفر لهم قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قال بعض أهل العلم من المفسرين إن يعقوب عليه السلام توخى ساعة السحر حتى يقبل الله عز وجل استغفاره لبنيه. أيا كان الأمر، هذا معنى السحر وقتا وزمنا. هذا الوقت النبي عليه الصلاة والسلام سن لنا أن نطعم فيه ونشرب حتى نتقوى على صيامنا. لا بد لنا أن نظهر لله عز وجل ضعفنا وعجزنا، فنحن في حال السحر نتقوى على العبادة، وحينما يأتي غروب الشمس نأتي إلى الإفطار مبادرين. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فالسحور طعمة مباركة. قال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. هذه البركة دنيوية وبركة أخروية. بركة دنيوية يتقوى البدن على صيام يوم مقبل لينال به رضوان الله عز وجل ومغفرته، به يتبع الإنسان السنة. بذلكم السحور يفصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، لما روى الحاكم في المستدرك بسند صحيح من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأكلة المباركة فصل ما بين صيام أهل الكتاب وصيام المسلمين. ومعلوم أن الصيام فريضة فرضها الله عز وجل على أهل الكتابين قبلنا، بل فرضها على الأمم من قبل. قال ربنا: كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد حررنا هذا تفصيلا بحمد الله تعالى في لقاء الأمس. زيد بن ثابت صحابي جليل، قتل أبوه يوم بعاث. لما قتل أبوه يوم بعاث كان ذلك قبل مقدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام المدينة أسلم زيد مع أعمامه مع أهل بيته جميعا، وكان غلاما معلما، ولذلك كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عرض على النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد، لكن النبي عليه السلام اعتذر له لصغر سنه وضعالة جسمه. ثم كانت الخندق أول معركة شهدها زيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما مات عليه الصلاة والسلام وكانت حروب الردة، فزع الناس إلى الشيخين، إلى أبي بكر وعمر، في أن يجمع أبو بكر القرآن،
هدي أبو بكر لهذا الأمر وكلف زيد بن ثابت أن يجمع القرآن ويكتبه. قال رضي الله عنه وأرضاه كلمته الشهيرة نحو يومها، قال والله لو كلفوني أن أنقل جبلا من مكانه لكان أهون علي مما كلفوني به من جمع القرآن، رضي الله عنه وأرضاه. توفي في خلافة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان. زيد هذا يقول في هذا الحديث: تسحرنا مع رسول الله. الإنسان ابن ثقافته، ابن ما يقرأه، ابن ما يتعلمه، وزيد كاتب وحي، كاتب قرآن، فثقافته ثقافة قرآنية، ألفاظه، أقواله، آراؤه كلها مستمدة من القرآن. لما أراد أن يخبر أن هناك يوما من الأيام كان هو وبعض الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسحرون، انظر ماذا قال: قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله مع تشعر بالتبعية، أي أنه تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس ندا. الإنسان عندما يتكلم يعني يحظى بالجلوس مع الأكابر، لابد إذا نقل ذلك إلى الناس أن يتوخى ألفاظا تعبر عن شعوره بفضل أولئك عليه. ذلك من الأدب الذي ينبغي للمؤمن أن يتوخاه. فزيد رضي الله عنه يقول: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا إخبار بالتعقيب، قام إلى الصلاة. لما قال قام إلى الصلاة سأله أنس رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الحديث وإن كان في الصحيحين وهذه رواية البخاري، إلا أن فيه رواية الصحابي عن الصحابي، لأن أنسا حدث قتادة بهذا الحديث عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال كما هو ظاهر: سأله أنس كم مقدار ما بين الأذان والسحور؟ الأذان فاصل، الله عز وجل علم ضعفنا، لا يمكن لأحد كائنا من كان أن يحدد الوقت الذي يفصل فيه ما بين الليل والنهار. ربنا يقول في آية محكمة: والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه. لكن المسألة تقريبية إلى أقصى حد. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا أذن المؤذن قام إلى الصلاة. فأنس يسأل زيدا رضي الله تعالى عن أنس ورضي الله تعالى عن زيد، يسأله عن القدر، عن الوقت. فقال زيد: هذا أثر القرآن على أقواله. العرب كانت إذا تحدثت، إذا تكلمت عن الوقت تعبر بالأفعال، فيقولون قدر نحر جزور، أي يمكث عندنا قدر ما ينحر الجزور، أو قدر حلب ناقة. فيأتون للأعمال التي يباشرونها فيجعلونها هي معيار التوقيت عندهم. زيد رضي الله عنه رجل قرآني، والسحر وقت عبادة، فلما أراد أن يقدر لم يلجأ إلى هذا وإلى إلى ذاك مما كانت العرب تستخدمه في كلامها. فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: قال قدر 50 آية، أي قدر تلاوة 50 آية. وهذا محمول على القراءة المتوسطة التي لا يسرع صاحبها ولا يبطئ، وإلا الآيات في نفسها لا تطول ولا تقصر، لكن قدر 50 آية. وهذا وقت ما بين الأذان ما بين فراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من السحر. السحر طعام مبارك. نكمل إن شاء الله الحديث عن هذه الأكلة المباركة، ونبدأ مستعينين بالله عز وجل بأخذ أسئلتكم. الأخ بدر من عمان، تفضل. السلام عليكم شيخ، كيف حالك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ طيب بخير إن شاء الله. الحمد لله، حياك الله. هات سؤال لو سمحت يا شيخ، بس أريد أستفسر. كنت نايم وأذن الأذان قبل نوم الأذان وشربت ماء، إيش الحكم يعني؟ كنت ماذا؟ وهو يؤذن شربت ماء؟ هي أول ما أذن الأذان الفجر، أول ما قال الله أكبر شربت ماء، نهضت منه وشربت ماء. نعم إيش الحكم؟ أبشر يا أخ بدر. سؤال آخر؟ مشكور يا شيخ. شكرا يا بارك الله فيك. الأخت أسماء من رأس الخيمة، تفضلي. ألو، السلام عليكم. حياك الله أختي. وعليكم السلام. يا شيخ عندي استفسارين. نعم. أولا، ما حكم التشقير وما حكم قصه؟ مع العلم أن التشقير نقوم به فقط للترتيب والتجميل، يعني لا نظهره لغير المحارم. السؤال الآخر؟ السؤال الآخر عن النقاب أو تغطية الوجه. أنا في السوق أغطي وجهي، لكن في الجامعة يشق علي تغطية وجهي، فأريدك أن يعني تراقب النساء بالنقاب، يعني تعطيني أدلة وأسباب. أبشر يا أختي أسماء. جزاك الله خير. الأخت مروة من مصر، تفضل يا أختي. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي موضوع خاص، ممكن الرقم؟ خذيه من الإخوة في الكنترول. ماشي. نور من الشارقة.
السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أخت نور، لو سمحت يا شيخ، ممكن في عندي سؤالين. نعم. أول شيء، أنا مثلا لما كنت صغيرة، يعني لما أبلغت ما صمت رمضان، ما كنت أصوم القضاء. وبعدين يعني الحين قبل رمضان صمت. نعم. يعني وما دفعت صراحة شيء، يعني ما عندي القدرة. يعني كيف يكون؟ ما دام قضيت يا أخت نور لا يلزمك شيء من الإطعام. سؤال ثاني لازم. السؤال الثاني، إذا شخص يعني عندي أخوي طلق زوجته، يعني أول شيء هو طلقها طلقتين يعني من قبل، وأحيانا من فترة طلقها الطلقة الثالثة. دعيه هو يا أختي، يحتاج السؤال الإجابة لمن طلق، يحتاج أن يسأل من باشر عملية التطليق نفسها، يعني الزوج، وتسأل الزوجة، ويصعب الفتوى بناء على نقل من طرف ثالث. يعني دعيه هو يتصل ويسأل. شكرا. نعم. يعني أخت أزهار من السعودية. أيوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ عندي سؤالين. إذا يا شيخ أنا حفظت القرآن، إذا بدأت الحفظ نيتي لله، بعدين دخل علي رياء أو عجب أو شيء زي كذا، إذا انهيت العمل وتبت لله، يعني دفعت نفسي، إيش الحكم؟ من تاب تاب الله عليه. السؤال الثاني، كيف أتخلص من إذا كان في القلب مرض حب الظهور أو شيء زي كذا؟ هو مرتبط بالأول، سأجيبك إن شاء الله. شكرا. الأخ أبو علي كأنه. طيب نكتفي بهذه المجموعة المباركة ونبدأ بالإجابة عليها. الأخ بدر من عمان يسأل عن شرب الماء حال الأذان. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في سنن من حديث أبي هريرة بسند صحيح: إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يعجل حتى يقضي حاجته. هذا فصل في المسألة، قطعت جهيزة قول كل خطيب. هذا النبي الخاتم المبلغ الشرع عن ربه يخبر أن الإنسان إذا كان يتسحر وأذن المؤذن وما زال في يده شيء لم ينتهي منه، طعام أو شراب، أن كلمة الإناء تحمل على الطعام والشراب، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فلا يعجل حتى يقضي حاجته، بمعنى أنه يفقه من هذا كل واحد، والأخ بدر في أولهم وفقه الله، إلى أن حال شربه عندما أخبر أنه شرب حال الأذان أنه لا تثريب ولا حرج عليه. وقد بينت قبل قليل أن الفاصل ما بين الليل والنهار قطعا تحديدا أمر شبه محال إن لم يكن محالا، وهذا إظهار من السنة المطهرة على جواز مثل هذا الأمر. الأخت أسماء من رأس الخيمة تسأل عن حكم التشقير. الله عز وجل لما ذكر النساء قال: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هذه الآية أصل في جواز أن المرأة الأصل في حقها الزينة. ما الذي يستثنى؟ يستثنى ما استثناه الله أو ما استثناه رسوله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام استثنى النمص واستثنى المتفلجات للحسن. بقينا في التشقير. التشقير لا يمكن تسميته بأنه إزالة الشعر بالكلية، لكن من قال بحرمته قال إن في نهاية الأمر حالة الاعتبار واحدة، لكن ينبغي أن يعلم يتمسك بالأصل. نتمسك بالأصل وهو قول الله عز وجل: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فنقول إن الأصل إباحة الزينة للنساء. إذا استثنينا شيئا لابد أن يكون هذا الاستثناء منصوص عليه، يعني لابد أن يكون كما هناك قوة في دليل الإباحة لابد أن يقابلها قوة في دليل التحريم، فدليل التحريم لابد أن يكون مكافئا لدليل الإباحة إذا أردنا أن ننقل الأمر من الإباحة إلى الحل. والقياس هنا لا يبلغ من القوة في هذه المسألة، لا يبلغ من القوة أن ينقل إلى التحريم. فنقول إن التشقير إن شاء الله تعالى لا حرج فيه، يجوز، خاصة إذا أرادت المرأة به أن تتزين لزوجها. نأتي لقضية تغطية الوجه والنقاب. كلما كانت المرأة أشد حياء وأكثر تسترا كانت أقرب إلى ربها وأعظم في عيون الخلق وأبعد عن أن يأتيها أحد فيؤذيها. لكن تغطية الوجه ليس مجمعا عليها بين فقهاء أهل الأمصار عبر التاريخ كله. هنا يأتي الحكم السائد في البلد، يأتي الفقه المعتبر الذي جرت به فتوى علماء كل أهل بلد.
هذا لابد من اعتباره واستحضاره حال الحكم. فإذا كانت المرأة لا ترى غضاضة إذا تنقبت فإن الأكمل في حقها أن تتنقب. لكن لو كانت في بلد الفتوى فيه على أن الوجه يمكن إظهاره من غير أن يكون فيه تجمل فلا يمكن حين ذاك إلزامها. والسائلة الأخت أسماء وغيرها هي أبصر بالمجتمع الذي تعيش فيه وأبصر برؤية الرجال إليها حال لو تركت نقابها. في بعض الدول يعد هذا أمرا مألوفا لأن الثقافة السائدة في تلك البلاد قائمة على الفتوى بجواز إظهار الوجه. لكن لو كان هذا في بلد يرى الكثير من فقهائها وعمل الناس على أنه ينبغي أن تتحلى المرأة بتغطية الوجه فيكون في كشفها لوجهها ما يدعو إلى تسلط الأشرار والسفهاء عليها وإن كانت غير آثمة شرعا. هذه أمور ينبغي اعتبارها عند الفتوى وعند تحمل الفتوى من السائل عن المفتي. الأخت نور سألت من الشارق عن حكم القضاء وبينا أنه ما دامت قد قضت فلا إطعام عليها. الأخت زهار من السعودية يعني يظهر أحد أمرين، إما أن تكون هي الخوف من الوقوع في الرياء مسيطر عليها فيقال إن من يخشى الرياء إن شاء الله لا يقع فيه، أو أن تكون هي تتكلم بوضوح وتقول أنه أحيانا يخالطها عجب يخالطها حب ظهور، فهذا تحاول أن تخلص منه بكثرة الاستغفار وبأن تعلم ضعفها وعجزها وفقرها إلى ربها تبارك وتعالى وكيف كانت قبل أن تحفظ القرآن، كيف كانت نظرة الناس إليها قبل أن تتحلى بهذه الحلل الإيمانية والعطايا الربانية التي هي عليها اليوم. وكثرة الاستغفار منجية إن شاء الله تعالى، لكن الإنسان ينبغي أن يعلم ضعفه وعجزه وأن النية قد يخالطها شيء لكن لا يقسو على نفسه، وفي الوقت نفسه يتقرب إلى ربه بكثرة الاستغفار واللجوء إليه وسؤاله تبارك اسمه وجل ثناؤه أن يخلص النية وأن يصلح العمل. هذا ما ورد من أسئلتكم. الآن نميل إلى فاصل ثم نعود إن شاء الله لما نحن فيه من الخير. الحمد لله وعودا على بدء وجريا وسبقا إلى الخير. معنا أم أسامة من دبي. تفضلي يا أم أسامة. لو سمحت البخاخ اللي هو بيتاخد عشان أزمة الصدر. نعم. لازم بياخده كل يوم، فهو ما بيعملش مية، هو بس للنفس الصبح. معروف يا أختي. أبشري إن شاء الله. شكرا. تفضل يا أم خالد من السعودية. السلام عليكم. الأخ خالد حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلامك بخير يا شيخ، تقبل الله منا ومنكم. اللهم آمين ومنكم. يا شيخ صالح، أنا بس جتني فترة أني غرقت في الذنوب، في كبائر من الذنوب. طيب، ورغم أن قبل أن تتم لا تسمي أي ذنب. ما يعني تكلم كلام مجمل، لا تتكلم كلام مفصل. أبشر إن شاء الله، أبشر. أوكي. ففي هذيك الفترة كنت أجاهر في المعصية قدام أخوياي أو أصحابي بغرض أني أتفاخر قدامهم أو شيء، فالحمد لله يعني الله هداني بعد فترة. نعم. لكن هذا السؤال، هل لي توبة بحكم أن الحديث النبي واضح اللي كل أمتي معافى إلا المجاهرون؟ وشكرا يا شيخ، يعطيك العافية. أبشر يا خالد، نسأل الله. الأخ محمد من رأس الخيمة. السلام عليكم شيخ، كيف الحال؟ وعليكم السلام، يا أهلا. مبروك عليك الشهر علينا وعليكم. طبعا هو الأصح يا أخ محمد مبارك. كلمة مبروك وإن كانت شائعة إلا أنها خطأ لغوي ظاهر. يقال مبارك خير. يعني مثلك لا يعلم لكن باب التدارس. نعم. جزاك الله خير. شيخ، عندي أخ توفي وهو لم يبلغ يعني لم يبلغ الحلم، لم يكلف بالصلاة والحج دون البلوغ. فلو تعطينا شيخ دون البلوغ يعني. دون البلوغ. نعم. فلو تعطينا إفادة شو الأنسب له من باب صدقات وأجر له إن شاء الله. نعم. إفادة. الله يجزيك خير يا شيخ. أبشر. الله يحفظك. الأخ أحمد من ليبيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين يا شيخ، نهارك طيب إن شاء الله. حياكم الله. نسألك يا شيخ على قراءة القرآن على وضوء، هل يجوز أم لا؟ يعني نقرأ القرآن على غير وضوء مثلا. يبشر بالجواب يا أحمد. في سؤال آخر؟ لا بارك الله فيك، سلامتك. شكر الله لك. الأخ أحمد من أبو ظبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. العافية يا شيخ. آمين. يا شيخ بدي أسألك عن موضوع الزكاة على الراتب.
يعني انا اعطيك اللي انا مش فاهمه من موضوع الزكاه. انا هلا في مثلا بحسابي البنكي 60,000 درهم على فرض، هدول مجموع اللي باقي من رواتبي على مدار السنه يعني. واضح. فشو الزكاه اللي عليهم هدول ال 60,000؟ هم الزكاه عليهم 60,000، في منهم ممكن قبضت راتبي انا من يومين، في شيء ممكن قبضت من شهرين، في شيء ممكن من 3 شهور. نعم. واضح. كيف ايش الزكاه لكن على هي مجموع يعني كلها رواتب. نعم، هدول 60,000 رواتب. واضح. نعم. في سؤال ثاني؟ لا سلامتك. شكرا. العفو شيخ. في الذهب الخسران عليه زكاه؟ ماذا؟ الذهب يعني شاريه للتجاره وهلا خسر، الذهب الخسران يعني. يعني انا من سنتين كنت شاري ذهب وهلا قيمته نزلت 40% مثلا. لكنه ما زال في ملكك يعني. نعم ما زال في ملكك. عرض تجاره ما في اشكال. سياتيك الجواب مفصلا ان شاء الله. بارك الله فيك شيخ. اخ محمد من السعوديه. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. بارك عليكم الشهر شيخنا. وعليكم. احبك في الله. حبكم الله. لو سمحت يا شيخ بسألك عن حكم السفر للبلاد الإسلامية بقصد السياحة. أبشر. سؤال آخر يا أخي محمد. جزاك الله خير، كل عام وأنت بخير إن شاء الله. وأنت بخير. طيب نبدأ مستعينين بالله العلي الأعلم. الأخت أم أسامة من دبي كانت تسأل عن ما يعرف ببخاخ الربو أو ما يوسع الشعب التي في الصدر. مثل هذا ليس بطعام ولا بشراب ولا يأخذ حكمهما، وبالتالي فإنه ليس من المفطرات في شيء، وليس عليك أيتها الأخت المباركة يا أم أسامة غضاضة أن تستعمليه في نهار رمضان، وفي الليل من باب أولى، لأن الليل ليس محلا للصيام. الأخ خالد من السعودية، هو حسن بالمرء أن يستشعر عظمة ربه وأن يفيء إلى خالقه وأن يتدارك نفسه قبل الموت، والله عز وجل يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ويقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي الحديث: لو علم الناس عظمة رحمة الله لما يئسوا منها. والله جل وعلا يقول: كتب ربكم على نفسه الرحمة، ويقول: ورحمتي وسعت كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم في فلاة، حتى إذا كان بظهر الفلاة ضلت عنه راحلته، فلما أيس منها مكث ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذ أصابته غفوة فأفاق فإذا براحلته عند رأسه، فأخطأ من شدة الفرح وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فالله عز وجل أعظم فرحا بتوبة عبده من هذا الذي ضلت ناقته وراحلته في الفلاح. مجمل هذه النصوص أيها الأخ المبارك خالد، وإن كنت قد جاهرت بالمعصية، عندما أخبرت بها وجاهرت بها هذا إثم، هذا نفسه ذنب، هذا نفسه معصية. فقوله عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، المعنى أن من جاهر بالمعصية عياذا بالله لا يدخل تحت أن يغفر الله عز وجل له ابتداء، لأن الله عز وجل قد يغفر العبد للذنب وإن لم يتب، قد يغفر العبد للعبد ذنبه وإن لم يتب، يغفره تكرما عليه. لكن من جاهر عياذا بالله بهذا قد لا يدخل في هذا. هذا من معاني كل أمتي معافى إلا المجاهرين. أنت الآن جمعت بين سيئتين، سيئة الذنب وسيئة المجاهرة به، لكن كل من الذنب وكل من المجاهرة يدخل تحت باب التوبة. فباب التوبة لك ولأمثالك مشرع مفتوح، لا يمكن لأحد يعلم من العلم مثقال ذرة أن يتجرأ ويسده. لكن أوصيك بأمور أعظمها كثرة النوافل. من النوافل التي ترغب فيها صلاة الليل، يقابلها شيء آخر مسدا للغير: إن كانت والدتك ما تزال حية فبرها، فإن بر الوالدة يحط الذنوب. حتى جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال له: يا ابن عم رسول الله، إنني خطبت امرأة فأبت، أي رفضتني كزوج، ثم خطبها غيري فقبلته. قال: فحنقت علي فقتلتها، فهل لي من توبة؟ فقال له ابن عباس: يا ابن أخي، أمك حية؟ قال: لا. قال: يا ابن أخي، أكثر من التوبة والاستغفار. ثم إنه خرج ابن عباس من مجلسه الذي أفتى فيه بهذه الفتوى، تبعه أحد تلاميذه يقال له عطاء، فقال له: يا ابن عم رسول الله، إنني رأيتك سألت الرجل عن أمه. قال: نعم. ثم قال ابن عباس، وهو الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والفقه في الدين ودعا له بحسن التأويل، وهو في مكانته رضي الله عنه وارضاه، قال: والله لا أعلم عملا أحب إلى الله من بر الوالدة.
لا أعلم عملا أحب إلى الله من بر الوالدة. فأنت يا أخ خالد، وهذا لنفسي ولك ولكل مؤمن، إذا كانت الوالدة حية فبرها برا عظيما، لا تنتظر أن تطلب منك والدتك الأمر، إنما خذ طلبها من عينيها، بمعنى أنك كلما غلب على ظنك أنها تريد شيئا قبل أن تفصح عنه أن توخاه وأتي به وأرضها. مثل هذا أيها المبارك يحت الذنوب، حتى عليك بكثرة الاستغفار، كثرة الصلوات، واعلم أن رحمة الله وسعت كل شيء حتى ولو كنت من قبل مجاهرا بالمعصية. وما أجمل أن يعود الإنسان إلى ربه، وأن يفيء إلى خالقه، وأن يؤوب إلى علام الغيوب، وأن يعلم أنه لا ملجأ ولا منجا من الله عز وجل إلا إليه. ولو لم يكن الأمر مقام جواب لغيرك لأطلت أكثر، لكن حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. الأخ محمد من رأس الخيمة يذكر أن له أخا توفي دون البلوغ. مثل هذا ليس عليه ذنب، من مات قبل التكليف ليس عليه ذنب، لأنه لم يجري عليه قلم التكليف فيدون. لكن يمكن أن نعمل أعمالا صالحة مما يغلب على الظن شرعا وصولها للميت، فيكون بوصولها له فسحة أعظم في القبر ورفعة للدرجات إذا بعث الأشهاد. كان يعتمر عنه، أن يبنى عنه مسجد إذا كنت ذا قدرة، أن يتصدق عنه، وأفضل الصدقة الماء. هذه الثلاثة لو قدرت يا أخ محمد أن تصنعها تفعلها تقوم بها عن أخيك لكان خيرا لك وله، رحمه الله وغفر له. طبعا غفر له هذه جاءت ضمنا في الكلام، وإلا كما قلت هو أصلا لم يجري عليه قلم التكليف. الأخ أحمد من ليبيا سأل عن قراءة القرآن بغير وضوء. كنا قد بينا القرآن أعظم كتاب أنزل من السماء على أعظم نبي من الأنبياء، نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. جملة ما دل عليه الشرع، وأن الإنسان قد يتلبس أحيانا بالحدث الأكبر وقد يتلبس أحيانا بالحدث الأصغر، فإذا كان متلبسا بالحدث الأكبر أي على جنابه فإنه ليس له أن يقرأ من القرآن وهو يحمل المصحف، ولا أن يقرأه من حفظه، فينتفي قراءته للقرآن في كلا الحالتين، لأنه بإمكانه أن يأتي الماء فيغتسل ويرفع عن نفسه الحدث. بقينا في المتوضئ، في الذي متلبس بالحدث الأصغر ولم يتوضأ، فهذا ليس له أن يمس المصحف، ليس له أن يمس المصحف، لكن له أن يقرأ القرآن من حفظه، أن يقرأه غيبا، سواء قرأ من قصار الصور أو من طوالها، كل ذلك جائز بحمد الله في أصح أقوال أهل العلم. الأخ أحمد من أبو ظبي يسأل عن الزكاة على الراتب، وذكر بعد ذلك قضية عروض التجارة. الزكاة ركن من أركان الدين، ربنا جل وعلا قرنها بالصلاة في كثير من المواضع. في حديث ابن عمر: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والزكاة تجب بشرطين: أن يحول الحول، وأن يبلغ المال الزكاة، وأن يبلغ المال النصاب أي الزكاة. والزكاة تكون في الأموال الزكوية، وهي بهيمة الأنعام والذهب والفضة والركاز وعروض التجارة والحبوب والثمار، ولكل منها تفصيل موضح عند أهل العلم. نأتي لسؤالك. بالنسبة لزكاة الراتب يتوخى الإنسان يوما في العام يزكي فيه ما هو موجود في حسابه آنذاك. مثلا اتخذ الإنسان 1 رمضان من كل عام وله حساب يدخل فيه راتبه، بشرط أن يكون هذا الراتب، لأن الناس يختلفون، هذا الراتب لا يقل طوال 12 شهرا. بمعنى لو جاء من 1 رمضان إلى 1 رمضان في العام الذي يليه جاء يوم من الأيام أصبح الرصيد في الحساب دون النصاب، مثلا 100 ريال، 300 درهم، 200 درهم، هذا ليس نصابا. فلو وصل هذا الحد انقطع وجوب الزكاة عليه، لأنه لم يحل الحول على النصاب. لكن إذا كان الإنسان طوال الأشهر طوال العام لا يقل نصابه عن 5000 6000 ريال تبقى في الرصيد، حتى لو أخذ ما أخذ أو ما هو أعلى من ذلك من باب أولى، فهذا نقول له تزكي يوما في العام. كيف تزكي؟ إذا قررت أن 1 رمضان هو يوم إخراج زكاتك تأتي للمبلغ الموجود، فلو فرضنا أنه 60,000 تزكي 60,000 ربع العشر 1/40. وجد 20,000 تزكي 20,000، وجد 100,000 تزكي 100,000. هذا الأكمل في زكاة الرواتب. بقينا في الذهب والتجارة والخسران. ما دام تملك المال
فالذهب مال زكوي ربوي في آن واحد ما دمت تملكه حتى لو خسر السوق، ما دام يبلغ النصاب، ونصاب الذهب 20 مثقالا، وأنت تنظر إذا كان عيار 24 فالنصاب 85 غرامة، وإذا كان عيار 21 فالنصاب 97 غرامة، وإذا كان العيار 18 فالنصاب 113 جرام. فإذا كان هذا النصاب متحقق عندك وجب زكاته، سواء كان في مرتفعا في سعر السوق أو كان قليلا، لأن الذهب مال زكوي بإجماع أهل العلم. نأخذ جنبا عديدا من أسئلتكم. الأخ عبد العزيز من ليبيا. السلام عليكم، مساء الخير. عليكم السلام وحياك الله. بالله يعافينا لو سمحت، أنا عندي زوجتي حامل في الشهر الثاني وهي مرضعة في نفس الوقت، عندها بيبي يعني، وهي مجهدة بالصيام وهي تقوم بشؤون البيت، مش عارف فيها أي رخصة يعني هذا السؤال لا يحتاج إلى انتظار. لها أن تفطر وعليها الإطعام فقط. لها أن تفطر وعليها الإطعام فقط، ولا قضاء عليها في الصيام في أصح أقوال العلماء. في المسألة 5 أقوال حررناها يوم أمس، لكن حتى لا تنتظر أكثر لأن الأمر واضح. لها أن تفطر، نسأل الله جل وعلا أن يبارك لها فيما في يدها وفيما في بطنها، وعليها الإطعام فقط عن كل يوم مسكينة، وليس عليها قضاء، والعلم عند الله. يا أختي أم حمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، شو حكم حلق الحاجب أو قصه؟ والسؤال الثاني مسألة الأظافر. يا شيخ يعني أنا كل أسبوعين أقصر في أظافري، بس ما أقص من البداية، فشو حكمة؟ لأني عرفت أن الوحدة متطول أظافرها مو بزين يعني. طيب، في سؤال آخر يا محمد؟ لا بس، مشكور. أخ سالم من عمان، تفضل يا أخ سالم. نعم سالم. تفضل. تفضل يا أخي، تفضل. الشيخ طول عمرك، أبغى يستفسرك من زكاة المال، زكاة الفلوس. تفضل. زين، طول عمرك، اني مثلا يوم الاثنين دخل لي مبلغ في حسابي، مثال اعطيك، مثلا في حسابي 100,000 درهم، ودخل علي يوم الاحد 70,000 أو 80,000 درهم. أزكي وش منهن؟ أزكي 100 ذاك نفس الشيء، ما حال عليهن الحول. 100,000 اللي كان 70,000 هذه يا أخ سالم متولدة من 100,000؟ لا ما تولدت، لا يعني أقصد متولدة يعني مجراها غير مجرى 100,000؟ غير متولدة عنها، يعني أنت تعمل في التجارة فجاءك مرة 100,000 من نفس المصدر، يعني مش نفس الدخل يا شيخ، مش نفس الدخل، من دخل آخر يعني، من دخل آخر. ولكن أحيانا طول عمرك تجيني مداخل، مثلا عندي أنا إيجارات وعندي راتب، كلهم في نفس الحساب. نعم واضح في نفس الحساب. واضح. أبشر يا أخي. جزاك الله. محمد من العين، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير يا شيخ. آمين. شيخ، أنا أدرس في دولة عربية، ومدة دراستي ما يقارب 2.5 شهر، وأبي أعرف هل يجوز لي القصر يعني والجمع في نفس الوقت؟ يا ليت تفيدنا، لأن احنا سمعنا فتوى لابن عثيمين أنه يتيح أن احنا نقصر، وخالفوا المشايخ الواقعين، بس احنا ما نعرف يا شيخ، ليت تعطيني الجواب الكافي. طيب بس بسألك أنت بعض الأسئلة عن دورتك هذه. لما ذهبت إلى هناك 2.5 شهر غير الدراسة، هذه الدراسة ملزم أنت بها؟ اي نعم، انا ملزم بها الدراسة، يعني انا انسان اعمل. يعني دراسة جامعية او دورة تبع وظيفة؟ لا، دراسة جامعية، وانا اشتغل في نفس الوقت، لكني انا اطلع من الدوام يعطوني اجازة اني اروح اكمل دراستي في دولة عربية، ومدة الدراسة 2.5 شهر. يعني يتم فصل دراسي؟ نعم، وانا لي سكن هناك، يعني ماخذ اجار سنوي يعني. اي واضح السؤال. شكرا يا اخي. نعم، جزاك. الأخ طارق من الكويت. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام، تفضل يا أخ طارق. جزاك الله خير. تفضل. ألو. أي معاك يا أخ طارق. أنا زوجتي وضعت مولود من تقريبا 50 يوم،
نعم. ودم النفاس ما قطعها للحين، فشو حكمها هي مشان الصيام؟ تكمل إلى 60، تكمل إلى 10 أيام أخر، ثم تتطهر وتصوم وتصلي ما لم يكن هناك دم حيض قد أتى بعد ذلك. الآن ننتقل أو نميل إلى فاصل ثم نفيء إلى ما نحن فيه من الخير. شكر الله لكم. الحمد لله، عودا على بدء، ونبدأ بالسؤال الأخ محمد من السعودية، وكان قد سأل عن حكم السفر إلى البلاد الإسلامية بقصد السياحة. لا نعلم حرجا في ذلك أن يسافر الإنسان إلى أي بلد إسلامي عرف بخضرة أرضه وطيب هوائه وبرودة سمائه، يريد بذلك أن يروح عن نفسه، حتى لو لم تكن تلك الصفات التي ذكرناها موجودة في ذلك البلد، وإنما هذا يجري مجرى الغالب، فإنه لا حرج له في ذلك ما دام مستصحبا عظمة ربه وتقواه، مقيما للصلاة في وقتها، ويجمع له أن يجمع ويقصر، وإذا أراد بذلك أن يكون في ذلك ترويحا لأهل بيته وإعانة لهم على العودة إلى بلادهم ليكونوا أقوى على الطاعة وأشد إقبالا على مشاق الحياة وطلب المعاش، كل ذلك لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. فالله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والإنسان ما دام مستصحبا لعظمة ربه وخالقه وسيده ومولاه في أي مكان يطأه وفي أي أرض ينزلها فذلك هو الحق، فالله جل وعلا يعبد في كل مكان، لا رب غيره ولا إله سواه. الأخ عبد العزيز من ليبيا سأل عن زوجته الحامل والمرضع في آن واحد، وأظنني قد أجبته. الأخت أم حمد تسأل عن حلق الحاجب، لا يجوز، وإنما إذا كان الطول طولا فاحشا جاز لها أن تقصر منه، خاصة إذا كان مما يؤذي العين. وإذا كان الحاجبان متلاصقين رخص بعض أهل العلم من المعاصرين في أن يفصل بينهما ولو بالحلق، والعلم عند الله. بقينا في مسألة الأظافر، من السنة والفطرة أن يقص المؤمن والمؤمنة أظافره، وهي ذكرت قولا في ثنايا سؤالها عن قضية المطلقات، وأنهن فيما فهمت من السؤال يعني لا يحببن أن تقصر ظافرها بالكلية، وهذا لا نعلم له أصلا في الدين ولا ينبغي أن يعول عليه. لكن المرأة إذا حرمت من نعمة أو أرادت أن تطلب نعمة إنما تفيء إلى ربها وخالقها، وتعلم أن الأمور كلها تدبر في الملكوت الأعلى ليست في الأرض. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تتقون. والمراد افزع إلى الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، وسيجعل الله لك بعد عسر يسرا. الأخ سالم من عمان تكلم عن قضية الزكاة، وقلنا قد أجبنا قبل قليل عن سؤال مشابه لهم. المال لا يخلو أن يكون المال أحيانا يتبع بعضه بعضا، أي أن مجراه سبب إتيان به واحد، فهذا يتبع آخره أوله وإن لم يحل عليه الحول. الحالة الثانية أن يأتي مال مثلا شخص له 100,000 في البنك كما يقول الأخ سالم مثلا، ثم إنه زكاها، بعد أن زكاها ببضعة أيام جاءه مبلغ مقداره 70,000، إما إرثا أو هبة أو عطية أو متجرا كان معلقا ثم باعه، يعني مورد آخر لا علاقة له بالأول، فهذا لا بد أن يحول الحول على هذه 70 حتى يؤدي زكاتها، لأن مجرى هذا غير مجرى هذا. واشتراط الحول في الأول لا يلزم منه بالضرورة أن يكون قد جرى الحول على الآخر كما هو ظاهر بين في سؤال الأخ، لكن ينبغي للمؤمن أن يعلم أن الزكاة ركن عظيم، وأن يؤديها وتطيب بها نفسه، وأن يتوخى أن لا يكون في ماله في البنك أو في غيره مالا حال عليه الحول وهو لم يؤدي بعد زكاته، فإن ذلك والعياذ بالله من أسباب غضب الله جل وعلا على العبد. الأخ محمد من العين سأل عن قضية الدراسة. نحن نقول الدراسة السفر يقع عارضا أو يقع أصلا. إن وقع أصلا كمثلا إنسان يذهب للدراسة 2 3 4 تقل تكثر، فإذا نزل تلك البلد وطن نفسه على أنه سيبقى تلك المدة المخصصة للدراسة، فهناك إجراءات نظامية تجرى عادة، يستخرج بطاقات معينة، يضع حسابا له في البنك، يستأجر شقة ليمكث فيها دهرا، هذا كله من الدلائل والبراهين على أنه لا يمكن أن يعطى حكم المسافر، فيجب عليه الصوم ولا يسقط، ويجب عليه الصيام والصلاة الصلاة كما فرضت، ليس له أن يقصر، لكن الجمع بابه واسع تكلمنا عنه كثيرا. نأتي في من يسافر سفرا عارضا غير محدد
كمن يرافق مريضا أو هو مريض في نفسه أو ذاهب للسياحة أو ذاهب للتجارة، فهذا طال أو قصر تجري عليه أحكام المسافر، له أن يقصر وله أن يجمع وله أن يفطر. في أسئلة ولا أكمل؟ طيب، الأخت أم عبد الله من العراق قبل أن نكمل ما بين يدينا، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ألو. نعم معك يا أم عبد الله، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ، أنا أختي هسه هي بالعدة، يصير تكلمك تسألك كم سؤال؟ السؤال غير واضح، أختك ما بها؟ هي الظاهر تسأل أختها وهي بجوارها. ألو. نعم معك. ألو. أم عبد الله من أبو ظبي، تفضل يا أخ عبد الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ صالح؟ أهلا وسهلا، حياك الله. يعلم الله نحبك في الله يا شيخ. حبكم الله كالذي أحببتمونا فيه. من كثر المتابعين يعني لدروسك في تأملات قرآنية ومن محبينك في الله يا شيخ. حياك الله أخ عبد الله. أنا عندي 3 أسئلة يا شيخ. السؤال الأول، يعني الناس بدأت يباركون بشهر رمضان، يقول رمضان كريم ورمضان مبارك. نعم. فهذا السؤال الأول. يعني آيات يعني العموم كلاهما حسن وسأفصل. السؤال الثاني. السؤال الثاني، الذهاب إلى مسجد يعرف قارئ الإمام المسجد يعني بصوت الحسن ويعني على بعد مسافته يعني. واضح. زين. السؤال الثالث، عندي الوالد متوفي الله يرحمه. الله يرحمه. وكان الله يبعد عنك يا شيخ اللي هو مرضى الكلى فيه يعني الفشل الكلوي لمدة مزمنة يعني سنين يعني، وكان ما يصوم يعني. فهمت كيف؟ هل كنتم تطعمون عنه يا أخ عبد الله؟ كنتم تطعمون عنه؟ نطعم عنه، بس الحين زي يعني لا، وقت ما كان يفطر الوالد الله يغفر له ويرحمه، كنتم تطعمون عنه؟ كان يخرج إطعام؟ نعم كانوا يطعمون عنه. خلاص، إذا أنت لا يتعلق بالذمة شيء، ما دام كان وقت إفطاره يطعم لا يتعلق بالذمة شيء. جزاك الله خير. شيخ نبغى نتواصل معك على الخاص لو في مجال. لعلك تأخذ الهاتف من الإخوة في الكنترول. الأخ أحمد من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير يا شيخ، الشهر عليك مبارك. مساء النور، الله يبارك لنا ولكم. يا شيخ، بالنسبة في شخص من قريب العام الماضي راح رمضان في مكة وأفطر يومين، ثم رجع ولم يصم إلى الآن، لم يقضي اليومين هذه، ماذا عليه؟ نعم. سؤال آخر؟ بس فقط لا غير، الله يغفر لك ويوفقك يا رب. يا هلا. يا أم أحمد من أبو ظبي، حياك الله. حياك الله يخليك. أنا عندي بنتي غلطي على ذي. تعال، أنا عندي الله يخليك بلغت، وبعدين في جاي حد يقول عليش تقضين، وحد يقول ما تقضين، وحد يقول هذه من الله، وحد يقول تقضين، ويمكن 30 سنة تجيني العادة وما قضيتها حتى ذا الحين. هذه وشو يعني؟ يعني جاتك العادة قبل 30 سنة وافطرتي ولم تقضي، ولا كل سنة كذا؟ لا، عدني صغير يعني. ذاك الساعة عدني صغير وتجيني العادة. أكثري من النوافل يا أم أحمد. أكثري من صيام النوافل. يعني صيام الموتن شو يعني؟ أكثري من صيام النوافل ويغفر الله. طيب، نبدأ بما تبقى من أسئلتكم. الأخ طارق من الكويت بينا له أن لزوجته أن تتم إلى 60 يوما. الأخت أم عبد الله من العراق لم يكن السؤال واضحا فانقطع الخط. الأخ عبد الله من أبو ظبي قال نقول رمضان كريم أو مبارك، كلاهما جائز، كلاهما صحيح. العرب تعبر عن الشيء الحسن بلفظ كريم. الله عز وجل نعت كتابه بأنه كريم، إنه لقرآن كريم، ونعت كتاب سليمان عليه السلام إلى بلقيس بأنه كريم، ونعت النبت الذي يخرج من الأرض بأنه كريم، أنبتنا فيها من كل زوج كريم، وغير ذلك. فهذا العرب تقول، حتى جبرائيل وصف بأنه رسول كريم.
هذا وصف عام تطلقه العرب على كل ما هو مستحسن، ورمضان قطعا مستحسن، فيجوز أن نقول رمضان كريم. ونقول مبارك لأن مبارك اسم مفعول من بارك، اسم مفعول من بارك. أما كلمة مبروك لما نقول لأحد ناجح أو متفوق أو يوم العيد لا يصح أن يقال مبروك، لأن مبروك اسم مفعول من بركة بمعنى سقط على الشيء، وهذا غير وارد وغير مراد للقائل الكريم. لكن العرب بعض الناس يقول خطأ شائع ولا صحيح مهجور، لكن يمكن أن يعاد المهجور، لأن الله عز وجل قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، وقال ونزلنا من السماء ماء مباركا، ولم يقل مبروكا لأنه لا يصح لغة. فيستخدم كلمة مبارك ويستخدم كلمة كريم، كل ذلك جائز. الذهاب إلى مسجد به قارئ حسن لا حرج. والقاعدة في هذا أيها المباركون ما كان لله أطوع وللقلب أخشع، حيثما تجد قلبك وإقباله على الله وفق أي تال للقرآن، هو المراد من سماعك للقرآن أن يخشع القلب. فإذا كان القلب يخشع أمام زيد وراء زيد ولا يخشع وراء عمرو، فلا ريب أن نصلي وراء زيد ونترك عمرا دون أن ندخل في ذمتنا شيء في قدح عمرو وننال منه، نقول إن صوته به كذا وأنه يتكلف وأنه مراء، وندخل في ذمتنا ما نحن نريد من رمضان أن يكون سببا في غفرانه. فلا نتحمل شيئا جديدا، نقول يغفر الله لنا ولذلكم القارئ، ونتركه ونتوخى القارئ الذي يغلب على الظن أن لتلاوته وقراءته أثر علينا. الأخ قال والده متوفى، بينا أنه لا يتعلق به شيء ما داموا قد أطعموا. الأخ أحمد من السعودية قال ذهب إلى مكة وأفطر، جاز له الفطر لأنه مسافر ولكنه لم يقضي. بعض العلماء يعلق على القضاء زيادة إطعام، لكنني أتحرج من أن أقول في إطعام لأنه لا يعلم في الشرع تكليف أكثر من القضاء. ربنا قال فعدة من أيام أخر، ولم يوجب قضاء ولم يوجب إطعاما، فالأصل أنه يكفيه أن يقضي، لكن مع كثرة الاستغفار لأنه فرط في الأمر. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله في هذا البرنامج المبارك دار السلام، أتاكم على الهواء مباشرة من هذه القناة المباركة إن شاء الله، قناة دبي. وكنا قد بدأنا اللقاء في أوله بالحديث عن السحور. بقي أن ننبه أن السحور كلما كان فيه تمر كان أكمل وأفضل. قال صلى الله عليه وسلم كما في السنن بسند صحيح: نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر. فلو كان في طعام سحورنا تمر لكان ذلك خيرا لنا وأقوم وأقرب إلى السنة. وإذا عجز الإنسان أن يتسحر فاته الوقت، ضاع الأمر بين يديه، كلف بأمر شغل بآخر، فإنه على الأقل اتباعا للسنة يقول عليه الصلاة والسلام ولو جرعة ماء، ولو جرعة ماء، لأنه عليه الصلاة والسلام حث على ذلكم الطعام الطيب، بل سماه غداء مباركة، كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هلم إلى الغداء المبارك. قالت العرب في لغتها في دينومة كلامها تسمي الإنسان إذا بكر لقضاء حاجته أنه غاد. قال عمر بن أبي ربيعة أمن آل نعم أنت غاد فمبكر. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطعام الذي يؤدي إلى قضاء حاجة عظيمة وهي الصيام سماه غداء مباركة، كما قال عليه الصلاة والسلام للعرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو صحابي جليل أحد البكائين الذين أنزل الله عز وجل فيهم قوله ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهذا الصحابي الجليل كان من أهل الصفة، يقول يحدث يخبر عن زمن النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هلم إلى الغداء المبارك. إذن الدعوة إلى طعام السحور من السنة، الدعوة إلى طعام السحور والاجتماع عليه من السنة، دل عليه حديث العرباض بن سارية وحديث زيد بن ثابت. هذا عودا على بدء ما تيسر إراده، والله المستعان وعليه البلاغ، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.